مرحبا صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بخير وأنتوا عم تتفرجوا على هالفيديو. إن شاء الله دايما تكونوا بخير يا رب. اليوم صبايا بدنا نعمل مع بعض هي ربطة بقلاوة، عندي رقائق بقلاوة عفوا. كان عندي بالبراد من زمان وأنا دائما بجيبه بحطه بالبراد لأنه ما بيصير له شي. نوعية ممتازة كتير كتير، هي النوعية يعني كتير ظريفة. وهي يعني وزنها 470 جرام تقريبا، شي نص كيلو صبايا. وبدي سكر عادي والقرفة، وهي كمان ماء الزهر. طبعا المنكهات شغلة اختيارية، شو ما بدكم تحطوا منكهات. وهي كمان عندي مكسرات مشكلة، أنا دائما بجيب كمية بحمصهم وهيك بخلطهم مع بعض وبفرمون هيك بمحضرة الطعام وبحطهم بالفريزر مشان يكونوا دايما عندي جاهزات. هي مشكلة عندي جوز ولوز وبندق وكاجو. وطبعا انتو حرين شو ما بدكم تحطوا الحشوة. ما شاء الله ريحتهم بتشهي كأنك هلا محمصتيهم. وهلا بدنا نحطهم بهي الزبدية وكمية هي لربطة العجينة اللي بدكم تستخدموها. لازم هي كمان تكون يعني أقل شي 700 جرام، يعني أكتر من نص كيلو مكسرات. وطبعا هي كمان شغلة اختيارية، إذا ما عندكم يعني نص كيلو كمان بيأدي الحاجة. وهلا بدنا نحط لها السكر العادي صبايا. أنا بدي أضيف عليها 3 معالق كبار مليانات سكر، وملعقة، هي ملعقة كمان قرفة، لأنه ما كانت مليانة بدي أضيف عليها شوي تانية. يعني 3 معالق سكر وملعقة قرفة مليانة. وبدي حركهم هيك شوي. بعد ما حركناهم بدي أضيف عليها صبايا 4 معالق قطر كمان. وهي ماء الزهر. وماء الزهر كمان اختياري، بدكم تضيفوا ماء الزهر ولا ماء ورد، بدكم تضيفوا التنتين حسب ما أنتوا بتحبوا صبايا. وهلا بدنا نخلطهم مع بعض. بدنا اياها تصير هيك مثل عجينة متماسكة. شوفوا صبايا كيف تماسكت، بس هيك كبسناها على بعض. وهلا بدنا نبلش نطالع العجينة الرقائق وبدنا نبلش فيها. وشغلتها سهلة وبسيطة، ما بدها شي، بس المهم تكون الرقائق نوعية ظريفة صبايا. هلا أنا بدي أقسم الطبقات، كل الطبقات شقفتين من النص بدي أقسمها، لأنه البايركس اللي عندي بياخد النص. ويا ريت كان عندي هي صينية الألمنيوم، بتيجي هيك مربعة مستطيلة، بتيجي ألمنيوم كتير كتير ظريفة، لأنه الإزاز كمان منيح بس مو مثل الألمنيوم. هي شوي كبيرة، بدنا نشوف يمكن شو هي تطلع أزبط عليها. كأنه يعني أنا ما مقسمتها بالنص كتير. وبدي أغطي الشقفة الثانية مشان ما تنشف. وهلا بعد ما حطينا نص الطبقات بالبايركس بدي أرش عليها 3 معالق سكر، مو مليانات، يعني تقريبا ملعقتين. وبدي أضيف عليها هي الحشوة مثل ما أنتم شايفين صبايا. وهلا بدي مد هي الحشوة، حشوة المكسرات، لبين ما أضبطها كلياتها بالبايركس. وطبعا أنا هلا محمية الفرن على درجة 180. وبدي شغل الطبقة التحتانية بس صبايا. مثل ما أنتم شايفين لازم الحشوة تكون هيك ناعمة ومتساوية، ونكبس عليها شوي. وبدي أرش عليها هيك ملعقة سكر تانية. وبدنا نمد العجينة البقيانة اللي عنا. هاي الورقة عندي طبقة الفوقانية شوي هيك، يعني إجباري، بس الواحد يطالع العجينة بتنشف مع الواحد. أول شي بحط هاي الطبقتين الأولانيات وبعدين بحط الطبقات التانية.
وبدي أسكر عليها هيك شوي بالسكين، يعني قد ما فيكم تحاولوا تسكروا عليها هيك مشان ما تطلع الحشوة عداير البايركس. ومثل ما قلت لكم لو عندكم صينية ألمنيوم بتكون أحسن. وهلا بدنا نقسمها صبايا. أنا دائما بالعادة بقسمها بالمسطرة، بس أخذت إيدي عليها يعني ما شاء الله بتطلع الطبقات والقطع كلياتها ما شاء الله متساوية. بس المهم يكون عندك السكين شوي يعني يكون هيك حد. وبدنا نقسمها هيك كلياتها. وهي كمان بدها يعني الواحد ينتبه عليها كتير، لأنه الطبقات إذا ما انتبهتي عليها كلها بتقوم من على بعضها وبتروح كل شقفة لحالها. أول مرة صارت معي هيك أول ما اشتغلت فيها، بس الحمد لله هلأ أخذت إيدي عليها وعم بنتبه عليها كتير، وما شاء الله تبارك مثل ما أنتم شايفين. يعني بتطلع القطعة كلها هيك متساوية. وهيك بدنا نقطع لبين ما نخلص الصينية كلياتها ونقسمها صبايا. وطبعا الفرن يكون عنا حامي. أول ما نشتغل بالحلو لازم يكون الفرن عنا حامي. وهي كمان السمنة والزبدة مع بعض. شوفوا صبايا الطبقة التحتانية بالمقلاية هي الزبدة، أنا كان عندي سمنة ما كفتني، ضفت عليها شوية زبدة، والزبدة كلها بتعرفوا إنه بس سخنت بيصير فيها حليب. وإجباري البقلاوة هي لما بتساويها لازم السمنة تكون حامية، مو حامية كتير دافية، يعني تحطي إصبعتك جواتها ما تحرقك. أنا حطيت 400 جرام سمنة وزبدة، بس انتوا إذا اشتغلتوا يا ريت ما تحطوا زبدة، لأنه الزبدة فيها حليب، وأنا يعني كنت مضطرة أنه أحط فيها زبدة، ما كان عندي كمية سمنة بتكفي. بدنا نمسح المقلاية مسح. وهلا صبايا بدنا نحرك البايركس مشان الزبدة والسمنة تروح لكل الأطراف. ما شاء الله شوفوا، لأنه السمنة لأنه هي دافية كتير شوي سخنة دغري بتنزل لتحت الطبقات. كيف الطبقات دغري بينت. ومعلومة كمان صبايا، بس حطيتوا الصينية الحلو بالفرن ما لازم تفتحوا عليها لبعد 20 دقيقة، لأنه البقلاوة كمان بس حطيتيها بالفرن وحطيتي عليها السمنة ولا الزبدة بتنفش مثل الجاتو ما شاء الله. لأنه بس حطينا الصينية بالفرن ويعني بعد 5 دقائق ولا 10 دقائق فتحنا عليها ما بتنفش، ما بتصير مثل لما بتروحي على محلات الحلو بتلاقي عندهم البقلاوة هيك نافشة مثل الجاتو. هي لأنه ما بيفتحوا عليها الفرن صبايا. والسمنة لازم تكون دافية. ما شاء الله شوفوا السمنة نزلت كلياتها بين الطبقات. وهلا بدنا ناخذها على الفرن. الفرن حامي عندي كتير ما شاء الله. وحطيتها شوفوا صبايا أنا نزلت الشبك على كعبية الفرن على تحت الفرن يعني على الأرضية، وحطيت الصينية لأنه الإزاز مو مثل الألمنيوم، والصواني الفرن ما بيحمر بسرعة. ومثل ما قلت لكم كمان حطيتها على 180. شوفوا صبايا هي بعد 10 دقايق شوفوا كيف الطبقات يعني بلشت تنفش. مبين عليكم بالصينية وبالفرن كيف هيك عم تنفش، وعم كل قطعة بتبعد عن الثانية شوي شوي. وهي كمان شوفوا بعد نص ساعة صبايا، بعد نص ساعة يمكن نص ساعة و5 دقائق كمان. شوفوا كيف الطبقات نافشة وما أحلاهن، بس لسه بدها. وهلا هيك ما شاء الله تبارك. هلا هيك بعد 45 دقيقة
ما أحلاها طلعت. شوفوا مثل ما قلت لكم كيف القطعة كل وحدة هيك نفشت وبعدت عن الثانية. وهلا بدنا ناخدها مشان نرش عليها القطر، وطبعا القطر لازم يكون بارد مو سخن. عن جد ريحتها بتشهي، ريحة القرفة وماء الزهر. وهلا بدنا نرش عليها القطر صبايا. شوفوا كيف لسه عم تغلي، كأنه على الغاز وعم تنغلى، لأنه الصينية سخنة كتير والقطر بارد. وطبعا ما بدنا نقطعها لبين ما تبرد على الآخير، يعني أقل شي 2 ولا 3 ساعات لبين ما تبرد كتير كتير، بعدين بتطلعوها من الصينية. لأنه إذا لسه فيها سخونة وسخنة قطعتوها يعني بتصير كل القطع بتفرط عن بعضها. وهي كمان رشينا عليها الفستق الحلبي. وإن شاء الله بيعجبكم الفيديو. بتمنى اللي ما اشترك عنا يشترك عنا فضلا وليس أمرا، ويحط لنا هيك لايك حلو مثل مرورنا الحلو. الله يحلي أيامكم ويسعدكم ويسعد الجميع يا رب. عن جد طلعت كتير كتير طيبة، وبدي أقسمها بعد 3 ساعات صبايا. وهلا هون بعد 3 ساعات ويمكن أكتر كمان، لأنه كنت معزومة ببيت سلفي، أخذت لهم هي الصينية بعد ما تغدينا. وهي طالعنا القطع، شوفوا ما شاء الله. عن جد كانت طيبة كتير كتير وبتشهي. وبتمنى تدعمونا، وإذا عجبكم شغلنا طبعا الله يسعدكم يا رب.